مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الصباغة اللي طبيعية باللون البني الشوكولاتي الرائع اللي كتغطي لنا الشيب وكتغطيه لنا ما ينوضش معنا نهائيا الشعر الابيض في وسط الراس ديالنا، وكيرجع عندنا شعر بني وكتطول لنا الشعر وكترطبوا لنا وكتعمر لنا دوك الفراغات اللي عندنا او عندك الصلاع يا اختي ما تجي يبقى لك في الراس ديالك نهائيا. كنتمنى تجربوا الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بواحد اللايك وابوني وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم معايا وصفات ام ريان. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا عندي كاسرونه وعندي هاد الحبه ديال البصله الحمراء اللي زوينه كتمنع لنا التساقط وكترطب لنا الشعر وكتعطينا حتى اللون البني. غادي نقطعها بحال هكا بالقشور ديالها. ها هي من بعد ما قطعتها عندي هنايا كاس ديال الماء غادي نضيفو عليها. وعندي هنا معلقه ديال القهوه اللي زوينه وكتعطينا اللون، كتغطي لنا حتى الشيب. الا كان عندنا قهوه راها زوينه فيها بروتينات للشعر، فيشربوها راها رائعه. غادي نديرهم يطيبوا مزيان ونرجع معاكم. ها هي بدات كطيب بحال هكا وعلى نار مهيله حتى طيب معنا مزيان، ومن حتى هي كطيب وحنا كنستمروا في التخليط حتى تطلق معنا هاد القهوه وهاد البصله مزيان. راه هي البنات رائعه، يجربوا هاد الصباغه اللي اليوم غادي نشارك معاكم. ها هو بدا كيغلي معنا بحال هكا حتى يطيب البنات مزيان. خليوه مده 5 دقائق من بدا يغلى باش يطلق معنا الويل البني. ها هو من بعد ما طاب شوفوا اللويه اللي طلق معانا بحال هكا. وغادي نجيب زلافه ونصفيو غير هاد الماء فقط. شوفوا اللويه اللي عطانا اللون البني زوين. ها هو من بعد ما صفيته غادي نجيب كاسرونه وغادي نضيف فيها هذا الماء اللي طيبت معاكم، وغادي نضيف معلقه ديال النشا او المايزينا اللي كترطب لنا الشعر ورائعه. وعندي هنا معلقه ديال الكاكاو اللي زوين وكيعطينا اللون البني. هاد الصباغه نخلطوه بحال هكا مزيان باش ما يبقاش فيه ديك الحبيبات هو النشا.
وغادي نضيف معلقه من زيت الزيتون اللي رائع للشعر وكيرطبوا لنا وكيغذي لنا الشعر البنات وفيه البروتين. زيت الزيتون راه رائع. وغادي نديرها على نار مهيله حتى تعقد معانا ونرجع معكم. هاني درتها على نار مهيله، نبداو نخلطوا فيها بحال هكا حتى تعقد معانا، ترجع معانا على شكل صباغه اللون البني. راكم تجربوها يا البنات، راكم ترحموا ليا الوالدين، راها رائعه كتغطي لنا حتى الشيب. يقدروا يستعملوها النساء والرجال اللي بغات الشعر البني، تقدروا تستعملوها حتى البنات الصغار، حيت راها ما فيهاش شي حوايج اللي مضرين، فيها حوايج اللي صحيه للشعر، ما فيهاش مواد كيماويه. يقدروا يستعملوها الناس البنات اللي حاملات، نساء الحوامل. اللي مكيقدروش يديروا صباغه فيها مواد كيماويه وكضر لنا الجنين، هذه طبيعيه تقدر تستعملوها. ها هي بدات كتعقد معنا بحال هكا، نبقاو كنخلطوا فيها بهاد الخلاط. ها هي من بعد ما حيدتها النار، شوفوا كيفاش رجعت معنا. وغادي نجيب زلافه ونخوي فيها هاد الصباغه بحال هكا. شوفوا كيفاش رجعت معانا بحال هكا بهاد اللويل البني. من غادي تجربوا هي البنات، راكم ترحموا ليا الوالدين، راها رائعه وكثر من رائعه وزوينه للشعر، كتعالج لنا حتى التسقط. تضيفوها على الشعر نقي مده 3 ساعات، من بعد ما تغسلوها غادي يرجع عندكم الشعر بني اللي زوين. شوفوا بحال هكا اللون اللي عطات معايا. يجربوا الطريقه كما هي باش تنجح معكم الوصفه. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بواحد اللايك وابوني وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم معايا وصفات ام ريان.